السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا حبايبي في كل مكان في الجمهورية، يا رب تكونوا بخير. مراجعة الوحدة الأولى تانية إعدادي من أصعب الوحد بفضل الله، شرحناها وفرمناها وحليناها بإذن الله يا باشمهندس. أنا بصور لك الفيديو ده بعد ما صورت المراجعة، والله مراجعة جميلة جدا، وهتطلع من المراجعة بإذن الله فاهم كل حاجة باذن الله. المراجعه حلينا فيها الاختبارات التراكميه الاول والثاني والثالث والرابع والخامس من كراسه المعاصر، وحلينا كل الاسئله اللي جت في المراجعه على الوحده الاولى اللي الكتاب معاصر حاططها في الكراسه. حلينا ما لا يقل عن 105 سؤال او 110 سؤال يا باشمهندس. باذن الله هتطلع فارم الحصه الاولى وفاهم كل حاجه فيها. شير الفيديو بقى مع كل اصحابك عشان يستفيدوا من المراجعه، وانتظروا باذن الله اقوى مراجعات واقوى شرح واقوى حل للكتاب المعاصر يا باشمهندسين. ويلا بينا نبدا مراجعتنا، وركز بقى يا باشمهندس معايا. يلا بينا بقى يا باشمهندس نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يا باشمهندس هنحله مع بعض الاختبار الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، وباذن الله هنحل المراجعه النهائيه. هنراجعه باسهل طريقه ممكنه يا باشمهندس. شير الفيديو مع كل اصحابك يا حبيب قلبي علشان الدال على الخير كفاعل الخير. قول لهم في مراجعه جميله جدا حل باحسن طريقه يا باشمهندس. يلا بينا نبدا، بس قبل نبدا ما تنساش تقول دعاء قبل المذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا يا رب. بسم الله توكلنا على الله. الاختبار الاول يا باشمهندس، السؤال الاول، يلا بينا بسم الله. بيقول لك العدد الغير النسبي من الاعداد التاليه. احنا اتفقنا عدد غير نسبي يعني ما يكونش مربع كامل وما يكونش مكعب كامل ويكون باي او القيمه الذهبيه. طيب، وشرحنا الاعداد النسبيه في الكورس ده الحصه الاولى من الكورس، فاللي ما سمعش الكورس يا باشمهندسين بعد اذن حضراتكم يروح يسمعه عشان يستفيد والله. طيب، نص ده عدد نسبي ولا غير نسبي؟ ولا هيقول لي نسبي، اقول له ممتاز عشان احنا قلنا العدد النسبي بسط على مقام. طيب، جذر ال 64 للوهله الاولى هيروحوا يختاروها. دولت اخواتي ادوكوا في ثانيه اعدادي كانوا حالين للوهله الاولى يختاروها. ليه؟ جذر ال 64 بكام يا باشمهندس يا حبيب قلبي؟ ب 8. طب ما ال 8 في 8 64، ال 8 ده عدد صحيح وعدد نسبي وعدد طبيعي. احنا قلنا كل عدد صحيح عدد نسبي، واخدينه في الكورس والله. طيب، جذر ال 15 مكعب ده، هل في رقم يتضرب في النفس 3 مرات يدينا 15؟ لا يا باشمهندس. اذا دي الاجابه، يبقى الاجابه ج. ده عدد غير نسبي، بيقول لك العدد الغير النسبي. طيب، واحد يقول لي يعني ايه 45 من 100 دي يا باشمهندس؟ اقول لك 45 على 100 يعني 45 من 100، اذا بسط على مقام، اذا عدد نسبي، وهو عاوز الغير نسبي يبقى الاجابه رقم ج يا باشمهندس. رقم 2 بيقول لك جذر 12 اكبر من اكس واقل من اكس زائد 1، فان اكس تساوي حيث اكس عددا صحيحا. طيب، احنا قلنا يا باشمهندس بنحله دي ازاي؟ اول حاجه نيجي رايحين على الاله الحاسبه، شايفين جذر 12 دي بكام؟ هيقول لك ب 3.4. طيب، ايه العدد الصحيح اللي قبل 3.4 على طول؟ الثلاثة، شاطر. واللي بعديه الأربعة. طب ماشي، يبقى اكس زائد 1 ب4 والاكس ب3، يبقى الاكس يا باشمهندس بكام؟ ب3. الله ينور عليك. ليها طريقة ثانية يا باشمهندس. شوف العدد المربع الكامل اللي قبل ال 12 واللي بعد ال 12. اللي قبل ال 12 المربع الكامل جذر التسعة يبقى 3، اللي بعده جذر ال 16 هيبقى 4 يا باشمهندس. اكس زائد 1 ب4، اكس زائد 1 هيساوي 4، اذا الاكس هتساوي 3. ممتاز. رقم 3 يا باشمهندس بيقول لك جذر ال 16، جذر ال 16 دي كام؟ ممتاز 4. طب جذر ال 65 ب4.1، اذا ال4.1 ولا الاربعه الاكبر؟ ال4.1 يا باشمهندس طبعا. طيب، بيقول لك جذر 35 جذر تكعيبي ال 35 عاوز لاقرب جزء من 100. تجريها على الاله الحاسبه يا باشمهندس. شفت جذر يا عم؟ حلو بقى ان شاء الله، ان شاء الله النهارده هفهمكم ازاي تحلوا على الاله الحاسبه باسهل طريقه. تعمل كده هيطلع لك 3 و2 7 1 ارقام كتير. اقرب جزء من 100 اللي هو ايه يا ولا؟ جزء ده جزء من 10 وده جزء من 100. اللي قبليه كريم ولا بخيل؟ بشرحها سنه 5. اللي قبليه بخيل، اذا السبعه تاني زي ما هي، يبقى 3 و27 يا باشمهندس. السؤال رقم 4 5 يا باشمهندس بيقول لك العدد الغير النسبي الذي يقع بين 4 و5. أول حاجة، هل هيبقى سالب؟ يعني هو 4 و5 ده عدد موجب هيبقى سالب؟ غلط يا باشمهندس.
طيب جذر التكعيب ال 64، جذر التكعيب ال 64 يا باشمهندس باربعه، يعملها على الاله. هل الاربعه تقع بينهم؟ لا، هو عاوز اللي تقع بينهم. طيب جذر التكعيب ال 100، جذر التكعيب ال 100 بكام يا باشمهندس؟ هنعملوها على الاله. جذر التكعيب ال 100 هتساوي 4 و6. هل 4 و6 تقع بين الاربعه و5؟ طيب والاربعه و3 تقع بينهم برضه، يبقى انهي يا باشمهندس؟ يجي ولا يا باشمهندس رايح مختار رقم الف. غلط. ليه؟ ده اسمه عدد عشري، عدد وفريح رقم من 10. انا عايز عدد نسبي، عدد نسبي، ده عدد عشري. فالعدد النسبي يا باشمهندس الذي يقع بين الاربعه وخمسه هو ايه؟ ممتاز. هيبقى يا باشمهندس الدال اللي هو الجذر التكعيبي لل100. هل في رقم يتضرب في نفسه 3 مرات يدينا 100؟ لا يا باشمهندس. طيب رقم 6 بيقول لك ركز بالله عليك بقى، دي عدد عشري ماشي. طيب 6 بيقول لك طول ضلع المربع الذي مساحته 10. ركز بالله عليك، مساحته مش طول ضلعه، ابوس ايديك، مساحته 10. طيب يبقى نجيبه طول الضلع ازاي؟ احنا عندنا المساحه بتاعه المربع طول الضلع في نفسه، مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. طيب هو مدينا المساحه ب 10. طب افرض طول الضلع اكس يا عم، يبقى اكس في اكس في اكس تربيع. طب احنا عايزين الاكس هتساوي جذر ال10. اذا طول الضلع بجذر 10، دي طول الضلع. طيب هو بيقول لك طول ضلعه سهله، احنا جبناها والله كنت ما اعرفش، ادي جذر 10. تمام يا باشمهندس. طب لو كان عاوز المحيط هيبقى 4 جذر 10. ركز بالله عليك، بيقول لك اوجد مجموعه حل كل المعادلات دي في ار. ركز بقى يا باشمهندس، في ار ولا في اكس شرط ولا في كيو شرط ولا في كيو؟ علشان بتغلطوا فيها. ركز بالله عليك، في ار يعني مجموعه الاعداد الحقيقيه. تمام تمام تمام. 2 اكس تربيع ناقص 5 بيساوي 9. 2 اكس تربيع ناقص 5 بيساوي 9. هعمل ايه يا باشمهندس؟ ركز معايا، هودي الخمسه بعكس الاشاره، يبقى 2 اكس تربيع بتساوي 9 زائد 5. يبقى 2 اكس تربيع هتساوي يا باشمهندس شاطر 14. اذا الاكس تربيع هتساوي الله ينور 7، قسمت على الاثنين. طيب الاكس هتساوي موجب وسالب شاطر جذر 7، موجب وسالب جذر 7. طيب يبقى دي الاجابه يا باشمهندس. اوجد مجموعه الحل. مجموعه الحل هتكتب له مجموع الحل بتساوي جذر 7 وسالب جذر 7 يا باشمهندس. اللي بعد كده بيقول لك تلت اكس تكعيب زائد 7 بتساوي 6. اول حاجه هودي السبعه بعكس الاشاره، هتبقى 6 ناقص 7، هيبقى تلت اكس تكعيب بتساوي 6 ناقص 7 بسالب 1. انا بقول لك اهو، اول ما تلاقي سالب في النواتج اذا مجموعه الحل فاي. ما عندناش يا باشمهندس جذر، هتبقى جذر سالب 1 في الاخر. هي ما عندناش تحت الجذر يبقى سالب، يبقى مجموعه الحل فاي. ليه؟ ما عندناش في الاعداد الحقيقيه بيبقى تحت الجذر سالب. طيب مثال جميل بيقول لك مكعب مساحته الكليه. بص يا باشمهندس، عاوزك بقى تحفظ معايا المساحه الكليه، المساحه الجانبيه، الحجم، عشان والله بيتكرروا على طول في المكعب. ركز معايا. بص يا قلبي اكتبهم ورايا بالله عليك، امسك ورقه وقلم يا باشمهندس كده، عيب تكون في ثانيه اعدادي وتسمع مدرسك ومش ماسك ورقه وقلم. اكتب ورايا يا باشمهندس، المساحه الكليه هتساوي 6 لام تربيع، او في النظام الجديد بقى 6 اس تربيع. طيب المساحه الجانبيه هتساوي شاطر اس تربيع. هتقول لي عارف الحاجات دي ازاي يا باشمهندس؟ هفهمها لك دلوقتي، هحفظها لك وافهمها لك. معانا الرياضه ان شاء الله احسن ماده هنقفلوها باذن الله. طيب الحجم هتساوي اس تكعيب. طيب يعني اس يعني طول الحرف، اس يعني طول الحرف. طيب يا باشمهندس المساحه الكليه يعني ايه مساحه كليه؟ هو يا ولا المكعب ليه كام حرف؟ 6 حروف، والحرف على شكل مربع. هرسمه لك يا عم اهو، ليه 6 حروف؟ ليه 6 اوجه، والوجه على شكل مربع. فاذا مساحه المربع لام تربيع وضربتها في 6، ايه رايك؟ طب المساحه الجانبيه الجنب على شكل مربع، يبقى مساحه المربع اس تربيع. طيب الحجم
طول الحرف في نفسه حافظينها، اس تكعيب. تمام يا باشمهندس؟ تمام، حته جميله جدا واساسيات، ومعانا باذن الله كل حته هنشرح عليها الاساسيات. شير الفيديو بقى مع كل اصحابك يا قلبي. طيب، مكعب مساحته الكليه، اذا هجري على القانون 6 اس تربيع، ادي 6 اس تربيع هتساوي 234. 234 هو عاوز اوجد طول حرف. طيب انا عاوز طول الحرف اللي هو اس، طب ما اقسم على الستة هتبقى اس تربيع هتساوي 234 على الستة. طيب تعالى نعملوها بالآلة الحاسبة. 234 على الستة 39 يا باشمهندس. اذا الاس تربيع هتساوي 39، اذا الاس هتساوي جذر ال 39 يا ولد، يبقى الاس هتساوي جذر ال 39. طيب اوجد طول حرف الاقرب سنتي، تيجي رايح على الاله كاتب له جذر ال 39 هيطلع لك 6.2 يا باشمهندس. اذا طول حرف الاقرب سنتي 6.2 سنتيمتر يا باشمهندس. ركز فيها، مثال جميل بيتكرر على طول، المساحه الكليه او الجانبيه او الحجم بتاع المكعب. يلا بينا نكمل الاختبار الثاني. بيقول لك يا باشمهندس ار بتساوي ايه؟ ار ديت يعني مجموعه الاعداد الحقيقيه، احنا واخدينها من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، اذا الاجابه ج. طيب بيقول لك اذا كان اكس عددا حقيقيا سالبا فاي من الاعداد التاليه يمثل عدد موجب. بص يا باشمهندس، لو ما عندكش ارقام افرض ارقام، انا بقول للعيال برضه عندي كده، لو ما عندكش ارقام افرض ارقام. يعني فاي ده اكس ده عدد سالب حط سالب واحد. طيب وجرب بقى، فاي من الاعداد التاليه يمثل عدد موجب. يعني ايه يمثل موجب؟ طب سالب واحد تربيع بواحد، طيب سالب واحد وثلاثة بسالب واحد، 2 في سالب واحد بسالب 2، انا لسه سالب، ده يبقى سالب واحد، ده سالب 2، سالب واحد على نص بسالب نص، انا عاوز موجب، ايه رايك؟ تبقى اكس تربيع يا باشمهندس. طيب بقول لك سالب واحد الفتره بقى، ركز بالله عليك، سالب واحد سالب 3 الواحد تقاطع صفر لاربعه، هعملها ازاي يا باشمهندس محمد؟ على خط الاعداد. طيب بيقول لك من سالب 3 لواحد، ادي سالب 3 وادي الواحد، وبيقول لك من صفر لكام؟ لاربعه، يبقى من صفر لاربعه. طب الصفر ايه؟ مغلق، والاربعه مغلقه. طيب سالب 3 مغلق والواحد مغلق، ادي هنا مقفوله والواحد مقفول. طيب يا باشمهندس التقاطع منين لفين يا باشمهندس؟ هتقول لي التقاطع من صفر لواحد. ممتاز، من صفر لواحد بقى مغلق ولا مقفول؟ هنا مغلقه يا باشمهندس، انا كل مثال افهمك. يبقى احنا كده التقاطع هنا من ايه؟ من صفر لواحد مغلق، الاجابه هتبقى ج يا باشمهندس. طيب رقم 4 بيقول لك يا باشمهندس سالب 2 الفتره المفتوحه من سالب 2 ل 5 مقفوله، اتحاد سالب 2 و3. بص يا باشمهندس، عارف يعني ايه اتحاد؟ يعني بقى معانا، بقى معانا. هو قصده يقول لك السالب 2 دي كانت مفتوحه مش معانا، بقت معانا، يا معانا يا مش معانا، فهمت؟ عارفك انا متابع انت الاغاني. طيب دي مش معانا يا باشمهندس، بقت معانا. ماشي، كل شويه افتكر يا معانا يا مش معانا، مالناش في نص نص. ماشي، هتبقى فتره مقفوله من سالب 2 ل 5. برافو عليك يا باشمهندس، يبقى من سالب 2 ل 5. ليه؟ هي كانت مش معانا بقت معانا. طيب بص يا باشمهندس هنتفق على اتفاق، والاتحاد باخد من اصغر رقم لاكبر رقم. سالب 2 ده اصغر رقم، واكبر رقم الثلاثه والخمسه. الخمسه اوعى تقول الثلاثه. طيب بص يا باشمهندس هنتفق على اتفاق، لو بالك في صفحه جميله جديده، مع الاعداد تنتمي ولا تنتمي، مع المجموعات تحتوي ولا تحتوي. تاني، مع الاعداد تنتمي ولا تنتمي، مع المجموعات تحتوي ولا تحتوي. طيب الثلاثه ده عدد ولا مش عدد؟ عدد، يبقى هروح تنتمي ولا تنتمي. طيب الثلاثه ده موجود هنا يا باشمهندس من الفتره المفتوحه سالب 3 ولا يقول لي اه يجي راح مختار تنتمي؟ اقول لك غلط، ركز. لما الفتره تكون مفتوحه يعني العدد مش معانا، يبقى الثلاثه ده مش معانا، يبقى الاجابه لا تنتمي يا باشمهندس. ركز، الفتره المفتوحه عند العدد يعني العدد مش معانا، يا معانا يا مش معانا، يبقى هو مش معانا. طيب الاثنين والخمسه يا باشمهندس، فرق الاثنين والخمسه، يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ بيقول لك الاثنين والخمسه دول مقفولين. ممتاز، فرق
الاثنين و5 مفتوحين، 2 و5 مقفولين يعني معانا. طيب فرقهم يعني موجود هنا ومش موجود هنا، هي المجموعه 2 و5. المجموعه 2 و5. ركز، لما يجيب لك عددين فتره مقفوله فرق عددين نفسهم فتره مفتوحه، خد مجموعه نفس الرقمين اللي جوه، خد مجموعه نفس الرقمين اللي جوه يا باشمهندس، الله يبارك فيك. طيب رقم 2 بيقول لك اكس بكده وواي بكده، اكتب اكس وواي بطريقه الصفه المميزه. ركز معايا عشان يفهموا الصفه المميزه. طيب بص يا باشمهندس، الصفه المميزه اول حاجه اكس تبقى اكس الى اكس تنتمي لار. طيب حيث اكس في النص كده، اكس من -1 ل4 يبقى اكس اكبر من، ومقفوله ولا مفتوحه ولا مقفوله، يبقى اكبر من او تساوي -1. وهنا الاربعه مقفوله ولا مفتوحه الفتره؟ مقفوله، يبقى اصغر من او تساوي الاربعه. دي الصفه المميزه لايه يا باشمهندس؟ لاكس. طيب الصفه المميزه لواي، واي الى واي، ركز بقى معايا، تنتمي الى ار. طيب اجي حاطط الاكس في النص، ممتاز. عند الصفر الفتره ممتاز مفتوحه، يبقى اكبر من الصفر. هحطه يساوي؟ لا. ليه؟ عشان الفتره مفتوحه. طيب عند 6 الفتره مغلقه، يبقى اصغر من او تساوي ال6 يا باشمهندس. ركز معانا باذن الله، شرح جميل مبسط باذن الله، الرياضه هقفلها معانا. طيب مثل اكس وواي على خط الاعداد، سهله خالص. هذا خط الاعداد، عندنا الاكس من كام لكام؟ من -1 ل4، ادي -1 وادي 4، الاثنين مقفولين، الاثنين فترتين مقفولين، يبقى من -1 ل4. طيب عندنا واي من 0 ل6، ادي الصفر وادي ال6، الصفر مفتوح والسته مغلقه، ادي الصفر والسته. طيب تمام، بيقول لك اوجد اكس فرق واي. ركز معايا بالله عليك يا باشمهندس، هعمل لك زوم اهو. اكس فرق ديت ولا مش فرق؟ دي فرق يا باشمهندس، فرق. عارف يعني ايه فرق؟ يعني اللي موجود في اكس ومش موجود في واي. يبقى اكس فرق يعني اللي موجود في اكس ومش موجود، شاطر، في واي. ايه اللي موجود في اكس ومش موجود في واي يا باشمهندس؟ اللي فوق دي اكس واللي تحت دي واي. اللي موجود في اكس ومش موجود في واي من -1 ل0. طيب ادي -1 مقفول، والصفر هيبقى مقفول ولا مفتوح؟ ولا هيقول لي مفتوح؟ هقول لك هتاخد مفتوح خطأ. في الفرق بغير الفترة يا باشمهندس اللي بعد الفرق، يعني واي الفترة بتاعتها كانت مفتوحة هغلقها. تمام؟ ركز، في الفرق بتقفل الفترة أو تفتحها، لو كانت مقفولة هفتحها، لو كانت مفتوحة هقفلها. العكس، في الفرق بعكس الفترة الثانية مش الأولى. ماشي يا باشمهندس، تمام. يبقى دي من -1 ل0 يا باشمهندس، الفترتين مقفولتين، الله ينور عليك. بقول لك يا باشمهندس، اذا كان A بسالب 2 و5 وB ب3 الى ما لا نهايه، اوجد مستعينا بخط الاعداد كل من A اتحاد B و A تقاطع B شرطه وB فرق ايه يا باشمهندس. هنيجي راسمين خط الاعداد ونطلعوا عليه كل حاجه. هذا خط الاعداد، عندنا من كام لكام يا ابني يا حبيبي؟ من -2 ل5، هذا -2 وهذا ال5، الفترتين مقفولتين. طيب رسم يا باشمهندس، رسم سهل. ومن 3 لما لا نهاية، ادي الثلاثة مقفولة إلى ما لا نهاية، هنا كده ما لا نهاية وهنا كده سالب ما لا نهاية. طيب عاوز ايه اتحاد بيه؟ يعني اتحاد من أول الرسمة لآخر الرسمة، يبقى الاتحاد من 2 مغلق لما لا نهاية مفتوح. دايما الما لا نهاية والسالب ما لا نهاية مفتوح يا باشمهندس، يبقى دي هتكون من 2 مغلق لما لا نهاية، الاثنين ايه؟ ممتاز مفتوحين. طيب ايه تقاطع بي شرطة؟ يعني ايه بي شرطة دي يا ولد؟ اسمها بي المكملة يا أستاذ. يعني ايه مكملة؟ بي شرطة هتساوي ار فرق البي، ار فرق البي، يعني اللي موجود في ار ومش موجود في بي يا باشمهندس. طيب بيقول لك ايه تقاطع بي؟ اللي فوق ده رسمناه ايه واللي تحت بي، بس بيقول لك لو كنا خدنا التقاطع بقى كان هيبقى من 3 ل5. لا، التقاطع هيبقى الثاني يا باشمهندس، هتبقى من -2 ل3. من -2 يا باشمهندس لكام؟ ممتاز، من -2 ل3. طيب
-2 هنا إيه يا باشمهندس؟ مقفول. طب التلاتة هتكون إيه؟ هتكون مفتوحة. ليه؟ مش أنا قلت لك الفرق بغير الفترة؟ يبقى هتبقى من -2 ل3 الفترة مفتوحة عشان هي مقفولة هنا. طول لو بص في الرسم لو في فرق يبقى بدل ما هي مفتوحة مقفولة هفتحها. طيب بيقول لك بي فرق ايه؟ يعني اللي موجود في بي ومش موجود في ايه؟ فين بي يا باشمهندس؟ بي اللي تحت اللي موجود فيها من اول الخمسة لحد ما لا نهاية. طب الخمسة هنا ركز معايا بالله عليك، الخمسة هنا مقفولة هفتحها يبقى من 5 إلى ما لا نهاية. يلا بينا نكمل. يلا يا باشمهندس الاختبار الثالث بيقول لك يا باشمهندس جذر 5 جذر 5 ناقص 3 جذر 5 دي اسمها اول حاجه دي جذور متشابهه. ليه؟ ده جذر دليله 2 والمعامل هو الرقم الاسفل الجذر زي الرقم الاسفل الجذر. يبقى هطرح الارقام من بعض واحط جذر 5. 5 ناقص 3 2 وهنزل جذر 5. اذا الاجابه يا باشمهندس باء. طيب 6 على جذر 3 هل ينفع في المقام جذر؟ لا. فهتعمل ايه يا باشمهندس محمد؟ هضرب فوق وتحت فيه. يبقى 6 على جذر 3 في جذر 3 فوق على جذر 3 تحت. ليه؟ عشان باشمهندس محمد قال لي ما ينفعش في المقام يبقى فيه جذر. طيب 6 بجذر 3 ب 6 جذر 3 على جذر 3 بجذر 3 ضرب جذرين الرقم زي بعض باخد اللي تحت الجذر يبقى جذر 3 بجذر 3 ب 3. طيب كل ده شارحينه في الله العظيم في الدروس بس انتوا ركزوا معانا وروحوا اسمعوها يا باشمهندسين. طيب 6 على 3 ممتاز فيها الاثنين ويتفضل 6 على 3 فيها الاثنين يتفضل 2 جذر 3 دي الاجابه. يبقى 2 جذر 3 يا باشمهندس الاجابه رقم ج يا قلب. طيب بقول لك -1 و5 فرق سالب 4 و0. تعال نرسموها يا باشمهندس. بيقول لك -1 و5. طيب الفترتين مقفولين. طيب تمام. والثانيه -4 و0. هو ليه بيركز على الفارق؟ هتقول لي يا باشمهندس محمد عشان كل الطلبه بتغلط فيها في الفرق بتنسى نفسها وبتنسى تقفل المفتوح وتفتح المقفول. طيب ركز معانا. بعد كده -4 لحد 0 اللي الصفر مفتوح والسالب 4 مغلق. تمام. بيقول لك اللي فوق فرق اللي تحت. اللي فوق فرق اللي تحت يعني اللي موجود فوق ومش موجود تحت من اول الصفر لحد الخمسه. طب الصفر مفتوح هيبقى ممتاز مغلق يبقى الاجابه رقم باء. اوعى تنساها لو نسيتها هقتلك. طيب المستطيل الذي بعداه جذر 7 زائد 1 وجذر 7 ناقص 1 مساحته تافهه جدا. عارف اتفه من التفاهه. مساحه المستطيل ايه يالا؟ طول في العرض يا استاذ. ممتاز ده الطول وده العرض يبقى هضربهم في بعض. يبقى جذر 7 زائد 1 في جذر 7 ناقص 1 يا باشمهندس. طيب دول ايه يا ولا؟ قوسين مترافقين. ليه؟ الاول زي الاول والثاني زي الثاني واحده سالب وواحده موجب. يبقى هضرب الاول في الاول والثاني في الثاني. يبقى جذر 7 بجذر 7 ب7 يا باشمهندس. موجب في سالب بسالب. 1 في 1 بواحد يساوي 6 يا باشمهندس. يبقى الاجابه رقم ج. ما اجمل وما احلى الرياضيات. طيب بيقول لك يا باشمهندس مجموعه الاعداد النسبيه اتحاد غير النسبيه هتدينا ايه؟ ممتاز الحقيقيه. نسبيه مع غير نسبيه يدينا حقيقيه. طيب معكوس ضربي والله كل حاجه شارحها في الكورس بالتفصيل الممل. معكوس الضربي يعني بشقلب. معكوس جمعي بغير اشاره. معكوس ضربي اشقلب. معكوس جمعي ممتاز بغير اشاره. هتغير هو بيقول لك معكوس ضربي 2 جذر 3 على 5. يبقى المعكوس الضربي ليه؟ هيبقى 5 على 2 جذر 3. يجي ولا رايح سايبها لي كده واروح اقتله. ليه؟ هل ينفع في المقام جذر يا ابني حبيبي؟ لا. تيجي ضارب فوق وتحت فيه يا قلبي. فوق وتحت فيه يبقى فوق وتحت بجذر 3 يا باشمهندس. 5 بجذر 3 ب5 جذر 3 على 2 سيبها زي ما هي. جذر 3 بجذر 3 لو جذرين زي بعض باخد اللي تحت يبقى ب3.
طيب تبقى الاجابه يا قلبي ايه؟ 5 جذر 3 على 2 في 3 بكام؟ ب 6. يبقى 5 جذر 3 على 6. 5 جذر 3 على 6 يا باشمهندس. شوف بالراحه، تمشي خطوات. الرياضه خطوات مش اختراعات. الرياضه ايه؟ مش ايه؟ الرياضه خطوات مش اختراعات. مشيت بالخطوات هتوصل. طيب رقم 2 يا باشمهندس، ركز معايا تركيز من النار. بيقول لك اكس ب 3 زائد جذر 7 وواي ب 2 على 3 زائد جذر 7، اوجد قيمه. بص يا باشمهندس بالله عليك، اول ما تلاقي في المقام جذر روح طير الجذر على طول. طيب ما تروحش تقرا عاوز ايه هو، اقرا خلص لي دي الاول. يبقى واي مديهالنا، واي مديهالنا بكام هو يا باشمهندس؟ مديهالنا ب 2 على 3 زائد جذر 7. طيب انا هيجي ولا رايح اني هضرب فوق وتحت في جذر 7. اقول لك غلط يا قلبي. ليه؟ انت بتضرب في المرافق. يعني ايه مرافق؟ بغير الاشاره بس. يبقى 3 ناقص جذر 7 على 3 ناقص جذر 7. المرافق شارحينه في الحصه. طيب اجي الاثنين يا باشمهندس في 3 ناقص جذر 7. طيب على ده البسط سيبه زي ما هو. 3 في 3 ممتاز والله 9 زائد في موجب بناقص، موجب في سالب بسالب. قاعده الاشارات والله شارحها في كورس الاساسيات، بالله عليك روح اسمعها. طيب جذر 7 في جذر 7 ممتاز 7. 9 ناقص 7 ب 2 هتروح مع الاثنين اللي فوق. اذا انا جبت الواي ب 3 ناقص جذر 7 بس. كده انا كل ده لسه بجيب الواي. يبقى الواي ديت ب 3 ناقص جذر 7. طيب عاوز ايه بقى يا قلبي؟ عاوز اكس زائد واي. تافهه جدا. الاكس بكام؟ ب 3 زائد جذر 7 زائد الواي ب 3 ناقص جذر 7. طيب على اكس في واي. تافهه جدا. اكس في واي 3 في 3 ب 9 موجب في سالب بسالب. جذر 7 وجذر 7 ب 7. طيب فوق جذر 7 بالموجب هتروح مع جذر 7 اللي بالسالب. ادي موجب وده سالب. 3 و3 كام؟ ممتاز 6. 9 ناقص 7 2. 6 على 2 فيها الثلاثه يا باشمهندس. شايف يا باشمهندس؟ تبسيط واحده واحده. طيب رقم 3 يا قلبي بيقول لك اذا كانت بي بالفتره من سالب 2 مقفول ل 3 مفتوح، وايه من سالب من 1 لسالب ما لا نهايه الاثنين مفتوحين. سهله. اوجد ايه تقاطع بي وايه اتحاد بي. بص يا باشمهندس، تقاطع يا تروح ترسم خط الاعداد يا تاخدها مني بقى فكرتها في ثانيه. ده يا باشمهندس تقاطع يعني اللي موجود هنا وهنا. بيقول لك ده من 1 لسالب ما لا نهايه. طيب وده من 3 لسالب 3 من سالب 2 ل 3. يبقى الموجود هنا والموجود هنا هو ايه؟ شاطر. من سالب 2 ل1 يا باشمهندس. ادي السالب 2 ل1. هتقول لي جبتها على طول ازاي كده يا باشمهندس؟ انت اعمل خط الاعداد مالكش دعوه بيا او فاهمها لك يا عم. بص يا باشمهندس، المتحد هنا ده من سالب ما لا نهايه. يبقى مع احنا هنا من 1 وصفر وسالب 1 وسالب 2 وكده. طيب هنا سالب 2 وسالب 1 وصفر وكده لحد الثلاثه. طيب 3 مش معانا عشان عندنا فتره مفتوحه. يبقى اللي هنا وهنا من سالب 2. طب ما موجود هنا وموجود هنا والسالب 2 هنا معانا. طيب يبقى معانا سالب 2 وسالب 1 وصفر وواحد. والواحد انا خدته الواحد معايا لا انا عامله مفتوح اهو. انا عامل فترته مفتوح. طيب الاتحاد يا باشمهندس من اكبر رقم لاصغر رقم. اكبر رقم الثلاثه واصغر رقم سالب ما لا نهايه. يبقى من سالب ما لا نهايه للثلاثه ونفس الفتره هنا مفتوحه وهنا مفتوحه يا باشمهندس. من اكبر رقم لاصغر رقم. ارسم انت خط الاعداد وطلعهم وشوف بالنواتج كده صح ولا لا. يلا بينا نكمل. ركز بقى يا باشمهندس معايا من اول الدرس ده عشان افهمك ازاي لو جالك سؤال اختياري صعب كده تحله بالاله الحاسبه. بص يا باشمهندس ديت بتعمل على الاله الحاسبه يا باشمهندس. ادي الجذر 112 زائد جذر تطلع بره زائد جذر 3 4 3 هتساوي 11 جذر 7. وعلى طول يا باشمهندس يبقى دي بتتحل بالاله الحاسبه. ركزي بقى يا دكتوره رحمه اللي كانت طالبه مننا المراجعه ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها. يبقى دي بالاله الحاسبه. ممتاز. ده زائد ده تعملي بالاله الحاسبه. ادي الجذر اهو. ده الجذر تمام. طب لو انت عايزه جذر تكعيب يا دكتوره رحمه تعمل ايه؟ شيفت جذر طلع لك الجذر التكعيب اهو. طيب السؤال اللي بعديها على طول والله اهو شيفت جذر طلع لي جذر تكعيب. طيب 38 هيساوي 3 و36. فين ال 3 و36 اهو يا باشمهندسه رحمه ربنا يبارك فيك. بص طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك جذر ال 125. جذر 125 في
جذر 8 هتساوي 10 جذر 10. 10 جذر عاوز ايه؟ ايه بكام؟ ب 10. ايه رايك؟ في ثانيه اهو جالك اسئله اختياري كده باذن الله في المراجعات النهائيه هعرفك تحل كل الامتحان ازاي بالاله الحاسبه لو جالك اختياري. طيب ركز بقى يا معايا يا باشمهندس. اكس بجذر 5 زائد جذر 6 وواي بجذر 5 ناقص جذر 6 فإن اكس تربيع ناقص واي تربيع. سؤال جميل جدا ركزوا معايا. الاكس عندنا بتساوي جذر 5 زائد جذر 6. هو عاوز ده كله تربيع. هعمل ايه؟ الاول تربيع والاخير تربيع واللي في النص 2 في الاول في الثاني كورس التاسيس. طيب بفك ازاي القوس التربيع؟ الاول تربيع يعني جذر 5 بجذر 5 بكام يا دكتوره رحمه؟ ممتازه ب5. طب والاخير تربيع يا دكتوره رحمه؟ جذر 6 بجذر 6 بكام؟ ممتازه ب6. زائد او ناقص 2 في الاول في الثاني 2 في جذر 5 بجذر 6. طب تعالي لي يا دكتوره رحمه 2 جذر 5 في جذر 6. جذر 5 بجذر 6 يجي ولا قايل لي 5 او 30. غلط يا حبيبي ركز معايا. جذر 5 بجذر 6 جذرين مش متشابهين باخد جذر واضرب الارقام يبقى 5 في 6 ب 30 يبقى زائد 2 جذر 30 يا دكتوره رحمه. طيب هجمع الارقام مع بعض ادي 5 وادي 6 اظبط مسالتي كده. 5 و6 11 زائد 2 جذر 30 دي اسمها ايه؟ اكس تربيع. يبقى انا جبت الاكس تربيع. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب عاوز الواي تربيع. يا عم ادي الواي تربيع. الواي تربيع هو الواي بكام؟ الواي بجذر 5 ناقص جذر 6 يبقى ناقص عفوا ناقص جذر 6. الاول تربيع ممتاز 5 الاخير تربيع 6. طيب اللي في النص 2 في الاول في الثاني 2 في جذر 5 في سالب جذر 6 هتبقى سالب من ممتاز الآن سالب 2 جذر 30. ممتازين. طب 5 زائد 6 هتساوي 11 ناقص 2 جذر 30 دي اسمها واي تربيع. طيب هو كان عاوز اكس تربيع ناقص واي تربيع. طب ما احنا الاكس تربيع مطلعينها بكام؟ ادي ال 11 زائد 2 جذر 30. طيب ناقص الواي تربيع. ركزوا بالله عليكم بالله عليكم ركزوا. ناقص الواي لسه مطلعها بكام تربيع؟ ب 11. يجي واحد راح عامل لي ناقص 2 جذر 3. يا اخي حرام عليك. هنا ناقص هتخش على القوس كله هيبقى زائد 2 جذر 30. ركز الناقص دخلت على القوس كله تغير الاشاره السالبه الى ممتاز موجبه. طيب هنا يا باشمهندس 11 بالموجب وهنا 11 بالسالب. طيب هيتفضل ايه؟ 2 جذر 30 و2 جذر 30 2 و2 4 جذر 30 يا باشمهندس. سؤال جميل جدا الاجابه رقم د يا قلبي. تمام؟ رجع الفيديو بقى انت وافهمها تاني. بيقول لك بعد كده يا باشمهندس 3 على جذر 7 ناقص 2. باشمهندس محمد قال لي ما ينفعش في المقام يبقى في جذر. هعمل ايه؟ هضرب فوق وتحت في المرافق. يعني ايه مرافق؟ تفهم دلوقتي. 3 على جذر 7 ناقص 2 هضرب فوق وتحت في المرافق. هضرب فوق وتحت في كام؟ في جذر 7 زائد 2. مرافق يعني بغير الاشاره. جذر 7 زائد 2. طيب سيب الثلاثه زي ما هي وحط الجذر 7 زائد 2 في قوس على جذر 7 بجذر 7. ممتازه يا دكتوره ب7 موجب في سالب بسالب 2 في 2 ب4. 4 ناقص 7 ناقص 4 ب3. طب ما الثلاثه دي هتطير مع دي. اتفضل جذر 7 زائد 2 دي الاجابه. فين؟ جذر 7 زائد 2 الاجابه رقم ب. ممتازين. بص يا باشمهندس ركز معايا بقى. سالب 2 و5 تقاطع. ركز بالله عليك بقى فرق بين التقاطع والاتحاد والفرق. دي تقاطع يعني موجود هنا وهنا. السالب 2 هنا مفتوحه والخمسه هنا مفتوحه. طب وهنا مغلقين يعني هنا مش معانا اساسا. هقاطعهم مع دول يبقى فا يا باشمهندس مفيش حاجه. دي فتره مفتوحه ودي فتره مغلقه. يبقى هنا دول مش معايا وهنا معايا. هل هنا زي هنا؟ لا. يبقى اذا فاي بس كده يا باشمهندس. ركز معانا بقى في اختصر. ما تروحش تعمل لي بالاله بالله عليك. ما تعملش بالاله غير لو جالك اختياري فقط. طيب عشان اخواتي في تاني اعدادي وعارف هم عاوزين كل حاجه يعملوها بالاله. طيب بص يا باشمهندس ركز معايا بقى. هنا اختصر يعني عاوز اصغر جذر. يعني ايه اصغر جذر؟ لازم الرقم جذر مثلا 50 ديت رقم جواه يكون مربع كامل في رقم. طيب ال 50 دي كام في كام؟ ممتاز 25 في 2. ليه؟ عشان 25 تحت الجذر تطلع بره بخمسه. اذا اصغر جذر هيكون جذر 2. طيب التلت دي هعمل فيها ايه؟
ممتاز. سيبها زي ما هي، او انا قلت لك في الشرح هتدخلها جوه بس مربع، هتبقى توسع، يعني هتبقى جذر 162 في 1 على 9، يبقى ب 3 جذر 2. شوف في ثانيه لا طلعت لنا اهو، يبقى ده كله كده ب 3 جذر 2. طيب زائد ال 72 دي يا باشمهندس كام في كام؟ ممتاز، واحد مش عارف، انا هقول لك بكام في كام. ركز معايا، ب 36 في 2، 36 في 2. ايه طب 36 تطلع بره؟ ممتاز ب 6، يبقى زائد 6 جذر 2 يا باشمهندس. طيب ناقص ال 18 هتبقى كام؟ 9 في 2 تطلع بره 3 جذر 2، ناقص ال 50 كام في كام؟ جذر 25 في 2. طب الخمسه تطلع بره 25 تطلع بره بخمسه، اتفضل جذر 2. جمع يا باشمهندس، 3 و6 9، 9 ناقص 3 6، 6 ناقص 5 1، هيفضل 1 يعني جذر 2. اذا الاجابه تكون جذر 2 يا باشمهندس. طيب اختصر الثانيه، ركز معايا. الاول تربيع بعمله ازاي؟ لسه والله واخدينه، الاول تربيع والاخير تربيع، واللي في النص 2 في الاول في الثاني. طب الاول تربيع بخمسه، الاخير تربيع بموجب 3، طب اللي في النص بجذر، شاطر، بجذر 15 بس 2 جذر 15. هتقول لي ليه يا باشمهندس؟ اقول لك ضربت 2 في جذر 5 في جذر 3. طيب ناقص، اول حاجه خلص لي دي 5 و3 8، يبقى اول حاجه 8 زائد 2 جذر 15 يا باشمهندس. طيب بعد كده دولت قوسين مترافقين، يعني ايه؟ والاول زي الاول والثاني زي الثاني، وواحده موجب واحده سالب، هعمل ايه؟ هضرب الاول في الاول والثاني في الثاني. طب جذر 5 في جذر 5، شاطر بخمسه. طيب هنا جذر 3 في جذر 3، هنا اول حاجه سالب وموجب بسالب. طيب تطلع جذر 3 في جذر 3 ب 3، 5 ناقص 3 ب 2 يا باشمهندس، يبقى ناقص 2. طب 8 ناقص 2 ب 6، يبقى 6 زائد 2 جذر 15 يا باشمهندس. يبقى كده اجابتنا 6 زائد 2 جذر 15 يا باشمهندس. طيب بيقول لك اكس بكده وواي ب 3 على اكس، يعني واي ب 3 على اكس واي بتساوي 3، قصده شيل الاكس وحط جذر 7 زائد 2. هل ينفع في المقام جذر؟ لا، هتضرب فوق وتحت في المرافق، يبقى جذر 7 ناقص 2، جذر 7 ناقص 2. عارف لو عملتها على الاله على طول في ثانيه يا باشمهندس، انا بسهل عليك بقى، اكتب على الاله 3 على جذر 7 زائد 2، طلعها لك على طول سالب 2 زائد جذر 7، يبقى ده كده بسالب 2 زائد جذر 7. طيب هي عاوز ايه؟ اكس زائد واي، الاكس بكام؟ بجذر 7 زائد 2 زائد الواي بكام؟ سالب 2 زائد جذر 7، الاثنين هيروح مع سالب 2 صدر جذر 7 وجذر 7، يبقى 2 جذر 7 يا باشمهندس. يلا بينا نكمل. بعد كده بقى يا باشمهندس الاختبار الخامس، يلا بينا اول مثال. اول مثال ده بالاله الحاسبه، تيجي عامل يقول لك جذر التكعيب ل 128 زائد جذر التكعيبي ل 16 ناقص 2 الجذر التكعيبي ل 54 هتساوي صفر يا باشمهندس. يعني انا ما اعرفش احله كده اطلع صفر؟ لا اعرف، بس انا بفهمك تحل ازاي على طول بالاله الحاسبه تطلع الناتج. طيب بيقول لك اكس زائد 2 اس صفر بواحد، عندنا اي حاجه اس صفر بواحد. طيب هل ينفع جوه القوس اس صفر؟ ده الدرس الاخير والله لسه شرحه باحسن طريقه. طيب يبقى ار، احنا عاوزين هنا ما ينفعش دي يكون جوه ار فرق السالب 2. ليه؟ ينفع كل ار بس ما ينفعش السالب 2. ليه؟ حطينا سالب 2 زائد 2 بصفر، صفر اس صفر مش بواحد، صفر اس صفر بصفر. طيب بيقول لك اذا كان ثلاث امثال عدد هو 3 اس 3 فان 2 على 3 من هذا العدد. طيب يعني 3 اس 3 ب 27. طب يعني 3 امثال العدد هقسم على 3، اذا العدد كان بتسعه، العدد 9 يعني 3 امثاله ب 12. طيب ف2 على 3 من العدد يبقى 2 على 3 في 9 هتساوي 6 يا باشمهندس. الاجابه رقم ب. يعني ايه معكوس ضرب يا قلبي؟ بقلب اداه واحد على في القلب في ثانيه على ناقص 2 جذر 3، طلعت لنا ب 2 زائد جذر 3 يا باشمهندس، يبقى الاجابه رقم ا. طيب 3 على 2 جذر 3 اس سالب 2 دي يعني سالب، السالب بشقلب، بس انا هعملها بالاله هتطلع على طول، يبقى 2 على 2 جذر 3 الكل اس سالب 2 يا باشمهندس، طلعت ب 3 يا باشمهندس. يا باشمهندس لا ركز، فوق 3 فوق 3.
طلعت ب4/3، يبقى الإجابة ألف 4/3. طيب بيقول لك 1 و4 فترة مقفولة فرق -2 و4. تعالى يا باشمهندس نرسمه. هذا خط الأعداد، هذا عندنا من كام لكام؟ من 1 ل4، الاتنين مقفولين. طيب -2 ل2، ادي هنا الاتنين والاتنين مفتوحين، ادي هنا الاتنين وهنا -2 المفتوحين. طيب بيقول لك اللي الواحد واربعة فرق، يبقى هتبقى من اول الاتنين للاربعة. طب الاتنين مفتوحة هتبقى مقفولة، يبقى من 2 ل4 الاتنين مقفولين يا باشمهندس. طيب بيقول لك 3 أس إكس بتساوي 7، فأوجد القيمة العددية لكل من 3 أس إكس زائد 1، شارحينه في الحصة، واللي ما سمعش الحصة يروح يسمعها يا باشمهندس. طيب أول حاجة 3 أس إكس زائد 1 دي يعني إيه؟ ب3 أس إكس في 3 أس 1. طيب 3 أس إكس مديها لنا ب7، 7 في 3 تطلع ب21 يا باشمهندس. طيب دي تبقى 3 أس إكس في 3 أس سالب 1، 3 أس إكس بكام؟ ب7، 7 في 3 أس سالب 1 يعني ب1/3، إذا دي هتطلع ب7/3 يا باشمهندس. طيب دي ركزوا معايا فيها. بيقول لك 3 أس إكس زائد 2، تبقى 3 أس إكس في 3 أس 2 زائد 3 أس إكس في 3 أس 3، 3 أس إكس ب7 في 9 زائد 3 أس إكس ب7 في 27 يا باشمهندس. هنحسبوها بالآلة، ال7 في 9 زائد ال7 في 27 تطلع ب 252، 252 يا باشمهندس. آخر مثال يا قلبي بيقول لك إكس بكده وواي بكده، عاوزين إكس زائد واي الكل تربيع. طب هنعمل إيه؟ ركز معايا. أول حاجة ما ينفعش واي كده، فاجي هعملها على الآلة 4 على جذر 7. الآلة بتفهم على طول إن ده ما ينفعش في المقام جذر، فتيجي محولها لك على طول تطلع بجذر 7 زائد جذر 3، إذا ده بجذر 7 زائد جذر 3 يا باشمهندس. طيب عاوزين إكس زائد واي، اجمعهم لي وربحهم. إكس بكام؟ بجذر 7 زائد جذر 3 زائد واي زائد جذر 7 زائد جذر 3. هل الاكس بجذر 7 زائد جذر 3؟ لا، اكس بجذر 7 ناقص جذر 3. ليه؟ جذر 3 هيطير مع جذر 3، واحده بالموجب واحده بالسالب، اتفضل جذر 7 وجذر 7 ب2 جذر 7 الكل تربيع. طيب 2 جذر 7 كل تربيع دي بكام؟ مش عارف، روح اعملها بالاله، هتطلع ب 28 يا باشمهندس. 4 في 7، 4 في 7 بكام؟ 28. كده خلصنا بحمد الله وبفضل الله الاختبارات. يلا بينا يا باشمهندس نحل اسئله المراجعه النهائيه بتاعه الوحده يا باشمهندس. يلا بينا، يلا بينا يا باشمهندس نحل الاسئله الهامه على الوحده الاولى. ركز معايا بقى يا قلبي عشان نفهم باذن الله مع بعض ازاي نحل الاسئله الاخطر والاسئله المقاري. باذن الله تخرج من المراجعه ديت فاهم كل حاجه باذن الله. يلا بينا، سمي بالله، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول لك يا باشمهندس العدد الغير النسبي المحصور بين الاثنين والثلاثه. طيب ربع الاثنين ب4، ربع الثلاثه ب9. طيب هل الاثنين ونص عدد غير نسبي؟ لا، ده عدد نسبي. طيب الجذر العشرة دي يا باشمهندس ب3 وشويه، 3 و1 يبقى غلط. طب جذر 6 و4 ده يا باشمهندس هيبقى اقل من الاثنين، اقل حوالي 1 و9. طيب جذر ال9 تكعيب، جذر تكعيب ال9 هل في عدد يتضرب في نفس 3 مرات؟ يبقى جذر هنعمله حل الحسب، شفت جذر 9 تطلع ب2 وايه يا باشمهندس؟ وصفر. اذا الجذر التكعيب ال9 ده عدد غير نسبي. اما ده طب جذر 6 وربع، جذر 6 وربع هتبقى بكام؟ 2 ونص، بس 2 ونص ده عدد نسبي، يبقى ده نسبي وده نسبي وده غير نسبي بس اقل او اكبر من الثلاثه. احنا عاوزين يقع بين 2 والثلاثه، اذا مفيش غير الجذر التكعيبي ال9. طيب جذر يا باشمهندس التكعيبي سالب 27 بكام؟ سالب 3 زائد 3 هيدينا صفر. طيب مجموعه حل المعادله في A في A في A في A في A في A كيو شرط يعني غير النسبيه. طيب ركز، اكس تكعيب 8، يبقى اذا الاكس هاخد الجذر التكعيبي هنا وهنا هتبقى اكس ب2. يجي ولا طربوش راح مختارها ب غلط. يا باشمهندس الاجابه فاي. ليه؟ عشان دي في غير نسبيه وده عدد نسبي، يالا الاثنين ده نسبي.
طالما طلع لي نسبي وانا عاوز غير نسبي يبقى فاضي. ماشي استاذنا معلش. بقول لك اذا كانت جذر 29 اكبر من اكس واقل من اكس زائد 1، اكس تنتمي لزد، فان اكس، هات لي 29، هات لي رقم مربع كامل قبليه، هتقول لي 25، رقم مربع كامل بعديه 36. طب اكس زائد 1 بكام بقى؟ هاخد الجذر اكس زائد 1 ب 6، يبقى الاكس ب5. طب وهنا هاخد جذر ال 25 يبقى 5 يا باشمهندس. العدد جذر 10، جذر 10 ده ب3 و3 يقع بين عددين صحيحيين، ايه الاول صحيح اللي قبليه 3 وايه الصحيح الاول اللي بعديه 4، اذا 3 و4 يا دكاتره. طيب لسه واخدينها كيو اتحاد كيو شرطه، يبقى نسبي وغير نسبي حقيقي. طيب الجذر -9، هل يا باشمهندس قلت لك عندنا ينفع تحت الجذر سالب؟ لا، وده عدد يبقى لا ينتمي. طيب ما تقدير العدد جذر 41 لاقرب عدد صحيح؟ جذر ال 41 دي يا باشمهندس بكام؟ ب6 و4 من 10. 6 و4، ال4 دي مش راح سنه 5، ال4 ده بخيل يبقى 6 زي ما هي. طيب بيقول لك يا باشمهندس جذر التسعه، جذر التسعه دي ب3. طيب جذر التكعيب ال 25 كام؟ يا راح اعملها على الاقل، هتطلع لي ب2 و9، ب2 و9، اذا الثلاثه اكبر ولا 2 و9؟ لا الثلاثه. طيب جذر ال 15 بالله عليك ركز، جذر ال 15 ده عدد طبيعي خطا، عدد صحيح خطا، عدد نسبي خطا، عدد غير نسبي. ليه؟ مفيش عددين مربع ليس مربع كامل، ليس الاجابه صحيحه كده، مربع كام؟ مفيش عددين اتضربوا في بعض يدينا 15 يا باشمهندس. يلا بينا نكمل. ار يا باشمهندس، يعني ايه ار؟ عدد حقيقي لسه حلينا من سالب ما لا نهايه من لا نهايه مفتوحين، الاثنين بيكونوا مفتوحين. طيب بيقول لك -3، -3 ده عدد، والعدد يا باشمهندس محمد قال لي تنتمي ولا تنتمي، اما المجموعه تحتوي ولا تحتوي. طيب ده عدد، -3 موجود هنا؟ ليه؟ هنا -4 مش معاه، طب -3 معاه يبقى تنتمي. معانا هنا -3 وسالب 2 وسالب 1 وصفر، والواحد معانا عشان كمان مقفول. طيب ان مجموعه الاعداد الطبيعيه، مجموعه الاعداد الطبيعيه شرحها في الكورس التاسيسي اول حصه من صفر لما لا نهايه. يجي ولا رايح اختار لي تنتمي ولا تنتمي يا باش مهندس بالله عليك، دي مجموعه، هموت يا جدعان، دي مجموعه يبقى تحتوي ولا تحتوي. طب الصفر هنا مفتوح يعني مش معانا يبقى لا تحتوي. ركز بالله عليك ركز، خلي عينيك في وسط راسك. طيب 4 و9 تقاطع 7 و10، يجي رايحين عاملينها على البتاع خط الاعداد. ده يا عمي الباشمهندس 4 وهنا 9، الاثنين مقفولين. طيب عندنا ال7 للكام؟ لل10، هذا من ال7 لل10، يبقى تقاطع من اول ال7 لل9. طيب الاثنين مقفولين من 7 ل9، الاثنين ايه يا باشمهندس؟ مقفولين. طيب اذا كانت ايه تنتمي، شايف هو ايه ده عدد ينتمي، عشان كده مختار ينتمي من 2 ل5. طيب فان ايه يمكن ان تساوي، عارف يعني يمكن يا ولا؟ طب اول حاجه احنا عندنا هنا من 2 ل5 يبقى ينفع واحد غلط. طيب الاثنين عندها الفتره مفتوح يبقى مش معانا، والخمسه مفتوح يبقى مش معانا، اذا ينفع الاربعه. ايه رايك؟ طيب من -3 ل5 اتحاد 200 ل7، قلت لك في الاتحاد بتاخد من اصغر رقم لاكبر رقم، اصغر رقم -3 واكبر رقم ال7 بنفس، هنا مقفوله وهنا مفتوحه بنفس الفتره. طيب بيقول لك اكسب كده، فان اكس المكمله دي اسمها المكمله. عارف يعني ايه مكمله؟ اكس المكمله بتساوي ار فرق الاكس، حيث ار من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، فرق الاكس من سالب ما لا نهايه للثلاثه، 3 مفتوح، يعني اللي موجود هنا ومش موجود هنا. طيب اللي موجود هنا من اول، اللي مش موجود هنا من اول الثلاثه مغلق لما لا نهايه مفتوح، من اول الثلاثه مغلق لما لا نهايه مفتوح. فهمت يا باشمهندس؟ ليه؟ عشان هنا من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، طب ما هنا من سالب ما لا نهايه 3، انا عاوز اللي موجود هنا ومش موجود هنا، يبقى ايه؟ من اول الثلاثه الموجب، هنا الثلاثه كانت مفتوحه فغلقتها ليه؟ عشان فرق، ركز بقى افهم بقى، وهنا ما لا نهايه بتكون مفتوحه. طيب بيقول لك 0 و5 فرق ال3 وال7، يعني اللي موجود هنا ومش موجود هنا، الصفر مفتوح هاخده والثلاثه مفتوح هاخدها مغلقه، يبقى الاجابه رقم الف. ليه؟ عشان هنا من 0 ل5 وهنا من 0 وهنا من 3 ل7، اللي موجود هنا من اول الصفر لحد الثلاثه ومش موجود هنا، بس الثلاثه هنا مفتوحه هاخدها معايا هتبقى مغلقه يا باشمهندس.
ركز معايا بقى. بيقول لك الفتره من سالب 1 ل1 ل2 مفتوحتين، تقاطع الواحد والصفر والسالب 1. هنا السالب 1 مش معايا والواحد مش معايا، يبقى سالب 1 مش معايا والواحد مش معايا. اذا اللي باقي هو الصفر بس يا باشمهندس. المتقاطع دي اسمها تقاطع. طيب بيقول لك 2 و5 فرق المجموعة 2 و5. عارف هو عاوز ايه؟ بيقول لك دولت 2 و5 جوه فترة، يعني معايا. طلعهم لي ال 2 و5، يبقى افتح لي، قصده يفتح لي الفترتين بس. اول ما يجيب لك رقمين زي بعض في فرق وبعد كده مجموعة، قصده يقول لك افتح الفترتين يا باشمهندس. سهلة جدا. ار تقاطع الاثنين والخمسه، مجموعه الاعداد التحقيقيه. تقاطع الدول هم نفسهم يا باشمهندس، مجموعه تقاطع الاعداد التحقيقيه اي رقم يديك نفس الفتره او الرقم. يلا بينا نكمل. بيقول لك يا باشمهندس 6 على جذر 3 بتساوي ايه؟ انا حليتها لك في المقالي ان 6 ما ينفعش في المقام يبقى فيه جذر، يعني هضرب فوق وتحت في نفس الجذر. طيب او اعملها بالآلة، اكتب له 6 على جذر 3، هو هيفهم على طول ان ما فيش في المقام جذر، اذا ب 2 جذر 3 يا باشمهندس. الاجابه رقم باء. طيب يا باشمهندس بيقول لك 3 جذر 5 ناقص 4 جذر 5، اطرح يالا. 3 ناقص 4 بسالب 1، اذا سالب جذر 5 عشان جذور متشابهه. طيب سالب 5 في 3 بسالب 15، جذر 2 في جذر 2 ب 2، هتدينا سالب 30 يا باشمهندس. طيب رقم 25 بيقول لك الاكس بكده والواي بجذر التكعيبي ل3. طيب عاوز اكس واي تكعيب. عارف يعني واي تكعيب؟ ده كده مكعب. اذا جذر التكعيبي ب3 هيدينا كام؟ ركز معايا. هتدينا 3، اعملها على الآلة دي كده، هتدينا 3. طيب اكس، طب 3 في سالب 4 بسالب 12، سالب 12 جذر 3 يا باشمهندس. تعال بقى نفهمها لك. لو عملتها بالآلة الحاسبة، بص اكس عندنا بكام؟ بسالب 4 جذر 3، سالب 4 جذر 3 في واي تكعيب. الواي بالجذر التكعيبي ل3، كل ده أس 3 تطلع سالب 12 جذر 3 يا باشمهندس. طيب بيقول لك 2، قصدي يقول لك خاصية التوزيع 2 في 3 ب6 زائد 2 جذر 2، الإجابة رقم ج. بيقول لك بس على خاصية التوزيع اللي أنت هتضرب ده في ده وده في ده وتوزع ده في ده وده في ده. طيب بيقول لك ده تربيع، الاول تربيع والاخير تربيع، ولا في النص 2 في الاول في الثاني. الاول تربيع هيطلع ب 20، طب والاخير تربيع 25، يبقى 20 و25 45. طيب اللي في النص 2 في 2 جذر 5 في سالب 5، اذا هتدينا سالب 20، تبقى 40 سالب 20 جذر 5 يا باشمهندس. طيب قوسين مترافقين، الاول في الاول والثاني في الثاني عشان في الاشاره بينهم واحده موجب وواحده سالب. طيب 2 جذر 2 في 2 جذر 2 بكام؟ ب 8. 8 ناقص 1 7 يا باشمهندس. معكوس جمع يعني بغير الاشاره، الموجب هيبقى سالب والسالب هيبقى موجب. السالب 4 ديت هتبقى 4، و3 جذر 7 دي هيبقى سالب 3 جذر 7، اذا الاجابه تبقى باء يا باشمهندس. طيب اعملوا دي على الآلة بس، اكتب له 3 على جذر 5 زائد جذر 2، هو بيفهم على طول اللي ما ينفعش في المقام جذر، هطلع لك الناتج 5 جذر 5 ناقص جذر 2، الإجابة ألف. طيب المعكوس الضرب، يعني إيه معكوس ضرب؟ بشائم. أجي واحد اكتب له على الآلة 1 على سالب 4 جذر 2، هيطلع لك سالب جذر 2 على 8، الإجابة رقم ج. في ثانية يا باشمهندس، طول ما هو اختياري أعرف أحل لك بقى الحسب، أما مش اختياري لازم تحل خطوات. طيب من معكوس الضرب للعدد جذر 3 ناقص جذر، نفس الحوار، اعمل له 1 على جذر 3 ناقص كام؟ ناقص 2، هيدينا سالب 2 ناقص جذر 3، سالب 2 ناقص جذر 3 او سالب جذر 3 ناقص 2 يا باشمهندس. يلا بينا نكمل. رقم 33 يا باشمهندس بيقول لك ابسط صوره للعدد جذر 48 هي، اجي اعملها على جذر 48 4 جذر 3 خلاص. طيب 4 جذر نص، الأربعة دي دخلها جوه ب 16 تبقى جذر 8، جذر 8 يعني 2 جذر 2، اعملها له بس كده اهو 4 جذر 4 جذر نص، طلع لك 2 جذر 2 على طول. طيب 3 شيفت جذر 24، مش هتطلع حاجة، هتطلع ناتج كده غلط. تعالى ركز معايا بقى في جذر التكعيب يا باشمهندس. سيب التلاتة زي ما هي. طيب
الجذر ال 24 دي كام في كام؟ 8 في 3. طيب ال 8 دي تطلع بره ب 2، في بره 3، يبقى 3 في 2 ب 6. هتفضل 6 الجذر التكعيبي للثلاثه. الاجابه رقم ج يا باشمهندس. طيب ولا جذر 2 في جذر 8 بكام؟ بجذر 2 في 8 ب 16. جذر 16 4. طيب 2 جذر 3 زائد 5 جذر 27. سهله خالص. 5 2 جذر 3 زائد 5 جذر 27 ده. جذر 27 كام في كام؟ 9 في 3. طب 9 تطلع بره ب 3. طب 3 في 5 جذر 3. اذا 2 جذر 3 زائد 15 جذر 3 هتدينا 17 جذر 3 يا باشمهندس. الاجابه رقم د يا حبيب قلبي. طيب 5 جذر التكعيب الخامس. هدخل الخمسه دي جوه مكعبه، يبقى 125 على 5 فيها الكام؟ الجذر التكعيبي اللي 25. طيب يبقى 5 في 5 في 5 على 5، يعني هتبقى جذر التكعيبي ل 125 على 5. طيب ماشي. جذر 2 على جذر 6، يعني له على الآلة جذر 2 على جذر 6 هتطلع لك بجذر 3 على 3. جذر 3 على 3. طيب يجي ولا رايح مختارها 3، تبقى إجابة غلط. ها ها. وعاوز إيه؟ إيه اللي يدينا هنا؟ جذر الإيه بتساوي 3. إذا إيه اللي يدينا تحت الجذر 3؟ التسعة. يبقى الإجابة رقم د يا باشمهندس. بعد كده يا باشمهندس بيقول لك جذر 72 على جذر 2، اعملها له بالآلة. طلعت ب 6 يا باشمهندس. طيب بيقول لك العدد التالي في النمط جذر 3 وديت ب 2 جذر 3 ودي ب 3 جذر 3 ودي 4 جذر 3، فعايزين حاجة 5 جذر 3 تبقى جذر 75. اعمل على الآلة كده جذر 75 هتطلع لك 5 جذر 3. إذا مظبوط. طيب معكوس الضربي لجذر 3 اعمله على الآلة 1 على جذر ال 32 تطلع بجذر 2 على 8. إجابة رقم باء يا باشمهندس. طيب بيقول لك نصف العدد. عارف يعني ايه نصف يا ولا؟ يعني بقسم على الاثنين، يبقى 2 أس 10 على 2، وأنا عندي 2 دي أس 1، وفي القسمة بطرح الأسس، يبقى 10 ناقص 1 ب 9. إذا الإجابة رقم ج يا باشمهندس. يلا بينا نكمل. بيقول لك يا باشمهندس 3 على 5 أس سالب 1. عارف يعني ايه أس سالب 1؟ يعني شقلب، خلي دي فوق ودي تحت بس بالموجب تبقى 5 على 3. طيب بص يا باشمهندس، هنا لسه شارحينه في الدرس الاخير، لو ده اس زوجي والاس السالب جوه هياكله، واذا دي بتسعه يبقى بتسعه يا باشمهندس. ركز، هنا السالب بره وهنا كمان اس فردي، هتبقى سالب 2 سالب 2. طيب تبقى سالب 4 جذر 5. اعملها بالاله كده. بص بص بص، سالب جذر 2 الكل اس 5 طلعت بكام يا ولد؟ طلعت بسالب 5 و6 من 10. طيب جرب الاخيره كده تطلع بسالب 5 و6 من 10. او عندنا يعني ايه جذر 2 اس 5؟ جذر 2 في جذر 2 في جذر 2 في جذر 2 في جذر 2، ده كله باربعه، وفي سالب بره يتفضل سالب 4 جذر 2. طيب اعملوا دي على الاله. 6 على جذر 3 الكل تربيع تطلع يا باشمهندس ب 12 يا حبيب قلبي. الاجابه رقم باء. طيب بقول لك 2 اس 8 زائد 2 اس 8 زائد 2 اس 8 زائد 2 اس 8. قصده ايه يا باشمهندس؟ قصده 2 اس 8 في 4، حيث الاربعه دي 2 اس 2، يبقى هاخد 2 واحده واجمع 8 و2 10، يبقى الاجابه 2 اس 10 يا باشمهندس. طيب 3 اس اكس ب 5. طب 3 اس اكس زائد 2، 3 اس اكس في 3 اس 2، بوزع 3 اس اكس ب 5، 5 في 9 ب 45 يا باشمهندس. طيب بيقول لك اذا كان 3 اس اكس زائد 3 بتساوي 1. طيب 3 اس اكس زائد 3 بتساوي 1، اذا يبقى اكس زائد 3 دي بصفر، اكس زائد 3 دي بصفر، يبقى الاكس بكام؟ سالب 3. ما محيط المربع الذي مساحته ايه؟ مساحه يا باشمهندس، اذا طول الضلع جذر ايه؟ طب والمحيط 4، يبقى 4 في جذر ايه يا باشمهندس؟ طيب بيقول لك جذر 3 اس 3 في جذر 3 اس سالب 4. اعملها بالاله ونشوف. جذر 3 اس 3 في جذر 3 اس سالب 4 يا باشمهندس. طلعت يا باشمهندس جذر 3 على 3. جذر 3 على 3 الاجابه رقم باء. بيقول لك اذا كان جذر اكس 6 اكس اس اكس في جذر 6 بتساوي 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عاوز اكس دي بتبقى بالسالب، تبقى سالب 1 سالب 1. طيب
بيقول لك اكس ناقص 3 اس صفر بواحد، صح؟ لسه واخدينها والله. يبقى هنا ينفع نحط مكان اكس ار فرق الثلاثه، ار فرق الرقم اللي يخلي ده صفر. لو 3 ناقص 3 صفر، انا مش عاوزه فرقه. يلا بينا نكمل. بعد كده بقى يا باشمهندس اسئله المقالي يا حبيب قلبي. بيقول لك اوجد عددين صحيحيين متتاليتين يقع بينهما كل عدد من العددين التاليين وعين موقع التقريب على خط الاعداد. بص يا باشمهندس، لو السؤال ده جالك يا باشمهندس انا هحل الاولى وانت تحل الثانيه. حل بنفس الخطوات ولا لك عليها. رقم واحد، جذر ال 12 جذر ال 11 ده ايه المربع الكامل اللي قبليه؟ ممتاز 9. وايه المربع الكامل اللي بعديه؟ ممتاز ال 16. اذا العددان هيكونوا 3 و4. تاخد الجذور الاعداد دي، ما بتاخدش تقول له 16. طيب وعين موقع التقريبي لخط الاعداد. بص يا باشمهندس، هنا ده جذر 9 كده، هنا كده جذر 9، وهنا كده جذر 16. طيب ال 11 ده اقرب للتسعه ولا 16؟ اقرب للتسعه ب2 وال16 ب5، يبقى فريح التسعه كده. تمام؟ يبقى ده موقوع على خط الاعداد يا باشمهندس. حل انت الثانيه بقى. طيب رتب من الاصغر للاكبر، يعني تصاعدي. طيب اول حاجه ده 6 و36. طيب ده 6 ده اسمه عدد كسري اولا في الكورس، والله ده عدد كسري، بروح احوله لكسر اعتبادي بضرب وانزل سيب ده زي ما هو واضرب واجمع. طيب 6 و4 على الخمسة هتطلع ب 6 و8، دي كده 6 و8. طيب ودي 7. طب جذر ال 40 ب 6 و32، 6 و32. اذا اصغر حاجه هي الكام؟ جذر ال 40. يبقى جذر ال 40 دي رقم واحد، اصغر حاجه. طب اللي بعديه على طول 6 36، يبقى دي رقم 2. طب رقم 3 6 و4، رقم 4 السبعه يا باشمهندس. طيب اوجد في ار، عارف يعني ايه ار؟ يعني موجود عدد حقيقي. طيب بقول لك 5 اكس تكعيب ناقص 6 بتساوي ناقص 6 4، هتبقى 5 اكس تكعيب هتساوي 6 زائد 4، هودي بعكس الاشاره هيبقى بتساوي 10. اذا الاكس تكعيب هتساوي 2 يا باشمهندس. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني اكس بتساوي الجذر التكعيبي للاثنين. اكس بتساوي الجذر التكعيبي للاثنين. طيب ممتاز ممتاز. اذا ده غير نسبي؟ ايوه يا باشمهندس. طيب وانا دخلت على المثال ده وسبت اللي فوق، عفوا ومعذره. تعالى نحل رقم ده هو. اكس تكعيب بتساوي 5 زائد 6 زائد 11 16، يبقى اكس هتساوي الجذر التكعيبي ل 16. ده في ار؟ تمام. طيب ودي ده بعكس الاشاره بزائد 1، هيبقى سالب 12. خد لي جذر، يبقى ده فاي يا باشمهندس. اول ما تلاقي جذر ما تكملش حل اكتب له فاي. طيب والاخيره هتبقى اكس تكعيب بتساوي 4. 4 اكس تكعيب هتساوي 4، فاكس تكعيب هتساوي 1. اذا الاكس هتساوي 1، اكس هتساوي 1. طيب بعد كده بقول لك اوجد في كيو شرطه، يعني غير النسبيه. ده وجدناه غير نسبي. طيب بص يا باشمهندس، ده هنوديه بعكس الاشاره 3 هيبقى 12، يبقى 2 اكس تربيع تساوي 12. اذا الاكس تربيع تساوي 6. طيب الاكس موجب وسالب جذر 6 يا باشمهندس. طيب الاخيره خد لي هنا جذر وهنا جذر. اذا اكس ناقص 1 تساوي 2، اذا الاكس هتساوي 3. يجي ولا كاتب لي مجموعه الحل 3، اقول له فاي. ليه؟ عشان ده عدد غير نسبي، ده نسبي قصدي، فانا عاوزه غير نسبي، فهتبقى فاي يا باشمهندس. ركز بالله عليك، هو عاوز في ايه؟ لو كان قال لك في ار كنت خدت الثلاثه، اما هو قال لك عاوز غير نسبي، فاذا مجموعه الحل فاي. طيب بيقول لك يا باشمهندس اكتب على صوره فتره ومثل على خط الاعداد. طيب انا هعمل الاولى والاخيره وانت تعمل رقم 2 و3. تمام. اكس اكبر من او تساوي، طول ما في يساوي تاخد لي فتره مغلقه، يبقى من 2 لما لا نهايه، والما لا نهايه مفتوحه. طيب لما اسال على خط العدد ازاي؟ ادى الاثنين مقفول الى ما لا نهايه، عامل سهم كده. طيب مجموعه الاعداد الحقيقيه الموجبه يا باشمهندس، عارف يعني ايه؟ ار موجب يا ولا. ار موجب ده بتكون الفتره بتاعته من كام لكام؟ تكون حافظها المفروض بقى وشارحها في الشرح الحصه الثانيه او الاولى. طيب بيكون الاثنين مفتوحين يا باشمهندس من صفر لما لا نهايه، نروح امثلها. هذا الصفر مفتوح الى ما لا نهايه يا باشمهندس. تمام. حل انت رقم 2 ورقم 3. بيقول لك اذا كانت اكس بكده وواي بكده اوجد مستعينا بخط الاعداد. تمام، يبقى مستعينا يبقى لازم ارسم خط الاعداد. ادي خط الاعداد.
طيب اكس يا باشمهندس من سالب 3 ل 2، ادي سالب 3 مغلق ل 2 مفتوح يا باشمهندس، ده اسمه اكس. طيب واي من سالب 1 مفتوح الى 5 مغلق، ادي الخمسه مغلق يا باشمهندس. طيب عاوز اكس تقاطع واي من سالب 1 ل 2، الاثنين مفتوحين، سالب 1 ل 2 الاثنين مفتوحين، ممتاز. طب اكس اتحاد واي شاطر، من سالب 3 ل 5 الاثنين مغلقين، من سالب 3 ل 5 الاثنين مغلقين، من اول الرسمه لاخر الرسمه. طيب اكس فرق واي يعني الموجود فوق ومش موجود تحت، من اول سالب 3 لحد سالب 1، من اول السالب 3 مغلق لحد السالب 1، مغلق ولا مفتوح؟ اللي قال مغلق ممتاز، ليه؟ عشان هنا مفتوح هخليه مغلق، في الفرق بغير، يبقى من سالب 3 لسالب 1 الاثنين مغلقين يا باشمهندس. بعد كده يا باشمهندس بيقول لك برضك نفس الحكايه، اوجد مستعينا بخط الاعداد، ايه اتحاد بي وايه تقاطع بي وايه فرق بي وبي فرق ايه وايه المكمله وبي المكمله. يعني ايه المكمله؟ يعني ار فرق الايه، بي المكمله بي فرق الايه. يا باشمهندس ارسمها انت على خط الاعداد، طلع النواتج يا باشمهندس. طيب بيقول لك اوجد في ابسط صوره، ركز معايا بقى. يعني ايه ابسط صوره؟ بشوف اصغر جذر، هنا جذر 5 وهنا جذر 5 وهنا جذر 2 وجذر 2. طيب 2 جذر 5 و4 جذر 5 تبقى 6 جذر 5. طيب 3 جذر التكعيب الاثنين زائد الجذر التكعيب الاثنين تبقى زائد 4 الجذر التكعيب الاثنين، دي الاجابه. 6 جذر 5 زائد 4 الجذر التكعيب الاثنين يا باشمهندس. طيب جذر 7 في قصدي يقول لك وزع، جذر 7 في 2 على جذر 7 هتطلع ب 2، ليه؟ ده هيروح مع ده، هتفضل 2 بعد كده ناقص جذر 7 بجذر 7 ب 7. طيب وبعد كده جذر 7 في 3 ب 3 جذر 7، يبقى 2 ناقص 7 كام يا باشمهندس؟ بسالب 5، يبقى سالب 5 زائد 3 جذر 7، دي اجابه السؤال يا باشمهندس. ديت بيقول لك جذر 5 ناقص 1 في 2 جذر 5 زائد 3، قصدي يقول لك الاول في الاول والاول في الثاني والثاني في الاول والثاني في الثاني، واطرح وجمع يا باشمهندس، شارحها في الكورس وشارحها في الحصه وكل حاجه، تمام؟ طيب الاخيره الاول تربيع والاخير تربيع واللي في النص 2 في الاول في الثاني، جرب انت بايدك بقى مساله وقول لي الاجابات، او الاجابات يا باشمهندس هتكون على النحو التالي. هتكون رقم 3 دي ب 7 زائد جذر 5، دي ب 7 زائد جذر 5، ودي ب 29 ناقص 12 جذر 5، يبقى دي 7 زائد جذر 5 وديت بكام يا باشمهندس؟ ب 29 ناقص 12 جذر 5. حلهم انت وشوف بقى الاجابه تطلع معاك كده ولا لا. طيب بيقول لك اذا كانت اكس بكده وواي بكده وزد بكده فاوجد كل مما ياتي. اكس زائد واي يعني الكلام ده سالب 4 جذر 3 زائد جذر 3 يبقى سالب 4 زائد 1 بسالب 3 جذر 3. طيب اكس في واي يعني ده في ده، سالب 4 في 1 بسالب 4 جذر 3 في جذر 3 ب 3، اذا بسالب 12. طيب 2 اكس يعني ايه؟ يعني سالب 8 جذر 3 ناقص واي زد تكعيب، زد بكام؟ بجذر 5 تكعيب، طب تكعيب ب 5، 5 في جذر 3 تبقى 5 جذر 3، سالب 8 وسالب 5 سالب 13 جذر 5 يا باشمهندس. يلا بينا نكمل. بيقول لك مربع طول ضلعه 5 جذر 2، اوجد مساحته. تافهه جدا، المساحه طول الضلع في نفسه، يبقى 5 جذر 2 في 5 جذر 2، الخمسه في 5 ب 25 جذر 2 في جذر 2 ب 2، اذا هتدينا 50 يا باشمهندس سنتيمتر مربع، 50 سنتيمتر مربع. طيب يقول لك مستطيل ابعاده كده، ده الطول وده العرض، اوجد محيطه ومساحته. محيط المستطيل ايه؟ الطول زائد العرض الكل في 2. طيب الطول بكام؟ ب 4 زائد 3 جذر 3. طيب والعرض ادي 4 زائد 3 جذر 3 زائد 3 جذر 3 ناقص 4. طب الاربعه هترمى دي، اتفضل 6 جذر 3 في 2، يبقى المحيط ب 12 جذر 3 يا باشمهندس. طيب يبقى المحيط بكام؟ ب 12 جذر 3. طيب المساحه ده في ده، دول قوسين مترافقين، يبقى الاول في الاول والثاني في الثاني، 3 جذر 3 في 3 جذر 3 بكام يا باشمهندس؟ 3 في 9 3 في 9 ب 27 ناقص 16، يبقى المساحه يا باشمهندس ب 11 سنتيمتر مربع، والمحيط يا قلبي
ب 12 جذر 3 يا باشمهندس. طيب رقم يا باشمهندس 14 بيقول لك جذر 52 ناقص 2 جذر 27 زائد 3 جذر 3 يا باشمهندس. هنعمله ايه؟ اختصر. اصغر حاجه، اول حاجه جذر 75 ده كام في كام؟ 25 في 3 هيطلع 5 جذر 3. طيب ناقص، اعمله على الاقل انت مش عارف، اكتب جذر على بس 75 هتطلع لك 5 جذر 3. طيب ناقص 2 جذر 27، جذر 27 ديت 3 جذر 2، ففي بره 2 يبقى 6 جذر 3. 6 جذر 3 زائد الثلاثه دي تخش جوه تبقى زائد جذر 3. ليه؟ 3 في 3 9، 9 على 3 فيها الثلاث. طيب 5 ناقص 6 بواحد، 5 ناقص 6 بسالب 1 زائد 1 تطلع بصفر، يبقى رقم 1 دي يا باشمهندس تطلع بزيرو. طيب رقم 3 حل انت رقم 2 ورقم 5 هحاسبهم لك. رقم 3 جذر 12 ب 4 في 3، يعني 4 في 3 يعني 2 جذر 3. طب جذر ال 54 كام في كام؟ جذر ال 54 بكام يا باشمهندس؟ 27 في 2. 27 تطلع بره ب 3 تبقى زائد 3 جذر التكعيب الاثنين. طيب ناقص 2 جذر 3 ناقص جذر التكعيب ال 16. ال 16 دي 8 في 2 هتبقى تطلع بره هتبقى 2 جذر التكعيبي الاثنين. طيب جمع وطرح كده، 2 جذر 3 ناقص 2 جذر 3 هيطيروا مع بعض. اتفضل 3 جذر التكعيبي ال 3 ناقص 2 جذر التكعيبي ال 3 هيتفضل الجذر التكعيبي للاثنين يا باشمهندس. يبقى دي الاجابه بتاعتها الجذر التكعيبي للاثنين يا قلبي. طيب رقم 4 جذر التكعيب ال 24 لسه قايلين بكام؟ 8 في 3 يعني ب 2 الجذر التكعيبي للاثنين. الثلاثه بقى تبقى للثلاثه. طيب زائد جذر التكعيب ال 15 في الجذر التكعيب ال 25. هناخد جذر تكعيبي واحد و15 في 25 هضربهم في الاله. 15 في 25 375. طب اقسمها على الثلاثه كده هيدينا 125. تبقى جذر التكعيب ال 125 في 3. طيب ال 125 دي تطلع بره 5 تبقى 5 الجذر التكعيب الثلاثه. 5 و2 يبقى 7 الجذر التكعيبي الثلاثه يا باشمهندس. دي بجيبها 7 الجذر التكعيبي للثلاثه يا حبيب قلبي. طيب رقم 15 بيقول لك اكس بكده وواي بكده، عاوز اكس تربيع ناقص واي تربيع. قلنا اكس تربيع يبقى الاول تربيع والاخير تربيع واثنين في الاول في الثاني ناقص دي الاول تربيع. انت جمعهم وطرحهم وطلع لي الناتج. الناتج يا باشمهندس هيكون 4 جذر 35. يبقى دي ب 4 جذر 35. حلها كده وشوف اجابتك صح ولا لا. ورقم 2 الاجابه يا باشمهندس هتكون 2 جذر 7. دي ب 2 جذر 7. حلهم وشوف اجابتك صح ولا لا. طب رقم 16 بيقول لك اكس بكده وواي بكده. 4 على اكس لسه فاكرها ما قلتها لك هتعملها على الاله 4 على جذر 6 زائد جذر 2. طيب طلعت بجذر 6 ناقص جذر 2. اذا دي كده بجذر 6 ناقص جذر 2. طيب اوجد في ابسط صوره اكس زائد واي لكل تربيع. طب يعني ايه اكس زائد واي يا باشمهندس؟ هذا الاكس بجذر 6 زائد جذر 2. طيب جذر 6 زائد جذر 2 زائد واي زائد واي بكام؟ جذر 6 ناقص جذر 2. جذر 6 ناقص جذر 2. جذر 6 ناقص جذر 2. اذا جذر 2 هيطير مع جذر 2. اتفضل جذر 6 وجذر 6 ب 2 جذر 6 يا باشمهندس. كل تربيع يبقى بكام؟ 4 في 6 ب 24 يا باشمهندس. يبقى الاجابه 24 بتاعت رقم 16. طيب يا باشمهندس دي كده ب 24. طيب رقم 18 يا باشمهندس بيقول لك اوجد مساحه الشكل. الشكل ده مساحته يا باشمهندس ممتاز والله. مثلث. مساحه المثلث نص طول القاعده في الارتفاع. طيب النص طول القاعده بكام؟ ب 100 جذر 108 في جذر 48. يبقى كاتب له على الاله جذر ال 108 في الجذر ال 48 ب 72 يا باشمهندس. اذا طلعت المساحه ب 72. 72 ايه؟ ممتاز سنتيمتر مربع. طب هل يا باشمهندس هو مدينا دي كده القاعده كلها جذر 108 دي القاعده كلها. طب نصها هيبقى بقى جذر نص في جذر 108
في جذر ال 48 هتطلع ب 36 سنتيمتر مربع. 36 سنتيمتر يا باشمهندس مربع. طيب رقم 19 بيقول لك اختصر الابسط صوره. ده اس 3 اول حاجه ده ضرب، هجمع الاسس تبقى جذر 3 كل اس 7 على جذر 3 اس 5. هتفضل جذر 3 كل اس 2 ليه؟ في الاسم بطرح يبقى تطلع ب 3 يا باشمهندس، دي اجابتها تبقى 3. طيب هنا برضو في نفس الحوار، ها يا باشمهندس هنا فوق جذر 2 وجذر 5 وهنا جذر 2 وجذر 5. طيب لما تختصر جذر 2 مع جذر 2 تطلع كام؟ او عندي فكره جميله يا باشمهندس، او خلينا دي الاول. هنا هتبقى جذر 5. طيب هنا سالب 3 ناقص 1 يعني زائد 1 تطلع كل اس سالب 2. ممتاز. طيب في جذر 2 هنا سالب 4 ناقص 2 يعني زائد تبقى موجب 1 يعني. طيب تطلع بجذر 2 على جذر 5. ليه نزلت جذر 5 في المقام؟ عشان اس سالب كل اس 2 يعني الاجابه هتبقى جذر 5 يا باشمهندس، جذر 2 يا باشمهندس على 5. ليه؟ عشان جذر 5 تربيع ب5 يبقى الاجابه بجذر 2 على ال5. يا ممتاز يا حبيب قلبي. يلا اخر سؤالين عشان الواحد فصل بجد. بيقول لك يا باشمهندس اكس بجذر 3 على 2 وواي ب1 على جذر 3 وزد بجذر 2 على جذر 2. عاوز اكس تربيع زائد اكس في زد كل تربيع في واي تربيع. سهله جدا يا باشمهندس، شيل كل اكس وحط قيمتها، شيل كل واي وحط قيمتها، شيل كل زد وحط قيمتها وعوض له. هيطلع الناتج يا باشمهندس ب 7 على 8. لو طلع معاك 7 على 8 انت كده حالل صح. طب رقم 21 يلا انا هحلها لكم. 3 اس اكس ب 4. طيب عاوز 3 اس اكس زائد 1 يبقى 3 اس اكس في 3 اس 1. 3 اس اكس بكام؟ ب 4. 4 في 3 اس 1 ب 12. طيب هنا نفس الحوار 3 اس اكس في 3 اس سالب 1. 3 اس اكس ب 4 في 3 اس سالب 1 يعني 1 على 3 اذا هتطلع ب 4 على 3. ممتاز. دي نفس الحوار تبقى 3 اس اكس في 3 اس 2 زائد 3 اس اكس في 3 اس 3. طيب 3 اس اكس ب 4 في 9 زائد 3 اس اكس ب 4 في 27 يا باشمهندس هتطلع ب 144 يا حبيب قلبي. 144. وكده اللهم لك الحمد خلصنا اقوى مراجعه للوحده الاولى في مصر. شير الفيديو مع كل اصحابك والله عشان الواحد بجد يعني نفسي تستفادوا. شرحت الحمد لله باحسن طريقه. ما تنساش بقى يا حبيب قلبي تشترك في القناه وتشير الفيديو مع كل اصحابك. تخيل الاجر كله هيجي لك اكنك زي صاحب اللي عمل ده بالظبط. الدال على الخير كفاعل الخير. استنونا يا باشمهندسين في دروس جايه كتير ومراجعات جايه كتير. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو مع كل اصحابك في كل الجروبات اللي انتوا فيها باذن الله عشان نوصل لاول 1000 مشترك ونعملوا عيله كبيره باذن الله تبقى اقوى عيله رياضيات في مصر باذن الله. وللحلم بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبايب قلبي.